كنت عامله عليه عرض جميل جدا. شايفين بقى هنا اللون ابتدى يبان، والشعر كمان باين زي ما انتم شايفين كده. الشعر ناشف اقسم بالله، مش مدهون حتى سيرم ولا اي حاجه، حتى سيرم سبراي مش حاطاه. زي ما انتم شايفين كده. انا بحب اصور الشعر يعني وهو في فوليوم بطبيعته يعني، هو ناشف يعني. فطبعا المفروض ان هي بقى هتمشي على مجموعة العناية للشعر، لان شعرها كان بينزل جدا. هي كانت عاملة والمفروض ان هي تتابع على طول، بس طبعا احنا غلو الاسعار والكلام ده، الناس برضو يعني كل واحد بظروفه والله اعلم بيها. فهي من كتر ما بينزل بقى قررت ان هي تيجي تعمله تاني. يعني المفروض يا جماعة لما بنعمل ونلاقي النتيجة حلوة، المفروض ان احنا بنتابع. بس كل واحد برضه بيبقى له ظروف. انا نفسي بقى لي 15 يوم المفروض ان انا انزل فيديوهات، ما اتاخرش كده. غصب عني ان انا غصب عني. فكل واحد ظروفه هي فعلا اللي بتحكمه. فهي قررت ان هي تعمل من كتر ما شعرها كان بينزل. شايفين النشفان اللي كان في شعرها، والهيشان اللي كان في شعرها، والتجاعيد اللي كانت في شعرها. الشعر بقى عامل ازاي؟ الشعر بقت طريه وبقت سايحه وبقت جميله. طبعا الصبغه مع فرد، انا ما بحبش اعمل كله في نفس اليوم. انا بحب اخلص الفرد وافنشه في نفس اليوم. بشتغل على وان داي بس، حتى لو الشعر بحب شبايه الماده على الشعر. وده الافضل ليكي وليا ولاي حد. حتى لو الشعر اللي معايا افريقي، انا احب اخلص واغسل الشعر. تطول معايا شويه، اعمل لها جلسه واتنين وتلاته، مش مشكله. بس ما مشيش الزبونه او العامله اللي عندي بالماده في شعرها واقول لها تعالي لي تاني يوم اكبس لك مكوى والجو ده. انا ما بحبش كده، انا ضد كده اطلاقا، عشان ما اوقعش نفسي في اي مشكله ولا اضر اي حد. هو ده الصح وهو ده المظبوط. زي ما انتم شايفين كده، نكمل الكلام بتاعنا. شكل الشعر جميل جدا، هي فرحانه جدا جدا يعني، هي مبهوره من النتيجه. ربنا يهنيها بيها. تمشي على المجموعه بتاعه العنايه كمان، الشعر هيظبط معاها اكتر من كده يعني. غسله في غسله الدنيا بتبدا تتظبط كمان عن كده. اهو شايفين الشعر جميل جدا، حلو جدا يا جماعة. والله العظيم، والله امانة ربنا اقسم بالله، في حاجات كتيرة جدا احنا ممكن يعني نستغنى عنها في حياتنا، وفي حاجات ما نقدرش نستغنى عنها. يعني في حاجات فلوسها فعلا فعلا من ضمن الحاجات اللي نزلوها فلوسها حلال هو الفرد ده. البروتين بقى بانواعه يعني. بس يعني ربنا يسامح الناس بقى. يعني في ناس كتيرة متاخده في الموضوع كده ظلم، متاخده في الرجلين يعني، لان السيئه بتعم الجميع. بس كل واحد يرجع لضميره. شايفين النتيجه؟ الحمد لله بفضل الله يعني، اللهم لك الحمد. هي ممكن تسمع الفيديو وممكن ما تسمعوش، الله اعلم، هي لها حق الرد بقى. ده كانت نهايه الفيديو، اشوفكم على خير.